السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، مرحبا ألف مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الكيك ولينوازات والشكلاط. الصراحة كيجي زوين وكيجي رائع جدا كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نخليكم مع المقادير. الصراحة كيك ساهل وكيجي زوين وكيجي لذيذ. كما كتشوفوا معايا انا عندي 100 غرام ديال الشكلاط كحل، 100 غرام. عندي كذلك 3 البيضات، عندي 100 غرام ديال الزبده، وعندي 100 غرام ديال لينوازيت. حنا كناخذوا البيض كنضيفوا له شويه د الملحه، ماشي بزاف، غير شويه، وكنضيفوا له كذلك السكر ديال السكر سنيده، كاس صغير. ومن بعد كنخلط الكل، كيتضرب مزيان البيض مع سكر سنيده حتى كيولي كريمي، حتى الحبيبات ديال السنيده ما كيبقاوش يبانو، كيذوب. هنا كناخذ الزبده كما كتشوفوا معايا، كنضيف لها الشكلاط، ومن بعد غادي ندوبهم على العافيه مهيله. كما كتشوفوها هما فوق العافيه مهيله والتحريك مستمر باش الشكلاط ما يتحرقش، والعافيه راها منقوصه. كنبقاو نحركو حتى كيذوب لينا هذاك الشكلاط كما كتشوفوا معايا. هنا الخليط بعد ما الخليط ديال البيض والسنيده بعد ما تخلط مزيان كما كتشوفوا كيولي كريمي. الحبيبات ديال السنيده ما كيبقاوش، كيذوبوا. من بعد كنضيفوا الطحين، كنضيفوا الطحين غير شويه بشويه. الطحين عندي 100 غرام، عندي 100 غرام ديال الطحين. هنا كنضيف خماره واحده كما كتشوفوا معايا، خماره واحده، ومن بعد كنخلطو مزيان. هنا بعد ما تخلط الخليط ديال الطحين والخميره مع البيض والسكر، هنا كنضيفو نص كاس ديال لاكريم فريش، ومن بعد كنخلطو مزيان. هنا الشكلاط اللي داب كما كتشوفوا، اللي ذوبنا، كنخليو تقريبا واحد 3 دقائق كيبرد. هنا كنضيفوا لي نوازات على الخليط ديال البيض والسكر والطحين، ومن بعد كنضيفوا له الشكلاط واللي ذوبنا مع الزبده. ها هو الخليط بعد ما تخلط مزيان كما كتشوفوا. الخليط كيفاش جا ما شاء الله. من بعد كناخذوا المول ديال الكيك، كندهنوه بالزبده وكنديروا له الطحين، ومن بعد كنضيفوا له الخليط ديال الكيك اللي صوبنا. الخليط ديالنا بعد ما درناه في المول، دابا غادي ندخلوه الفران مسخن من قبل، كنقصوه على 180 درجه، كنخليوها تقريبا واحد 40 دقيقه. الكيكه ديالي بعد ما وجدات كما كتشوفوا معايا. هنا كناخذوا 50 غرام ديال الشكلاط، كندوبوها مع 20 غرام ديال الزبده، وكنضيفوا لها 50 غرام ديال الفستق. طحناه شويه ماشي بزاف باش كيبقى باين. هاد الخليط غادي نزوق به الكيك من الفوق، كنخلطوهم حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. ودابا كنضيفوها الكيكه ديالنا كما كتشوفوا. ها الكيك كيفاش جا. من بعد كندخلوها للثلاجه تقريبا واحد 5 دقائق غير باش هذاك الشكلاط يقبط فيها مزيان. صراحه هاد الكيكه راه كتجي زوينه وكتجي رائعه جدا. ان شاء الله تجربوها وتغادى تعجبكم.
هنا بعد ما وجدات الكيكة وقطعناها، هي كيفاش كتجي. صراحة كتجي زوينة بزاف، كتجي لذيذة، والمنظر ديالها حتى هو كيجي زوين. وكنتمنىكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ونقول لكم شكرا بزاف، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على تعاليقكم الزوينة وعلى المتابعة. بارك الله فيكم، شكرا، مع السلامة.